كان واحد فرنساوي هنايا تلاقى مع هذا الشيخ عبد الحليم بن سمايه، مات في 33 شيخ بن سمايه، نعرفوا سول كينغ ولا ما نعرفوش بن سمايه، ما نعرفوش العلماء تاعنا. الناس ما يعرفوش باللي ثاني شارح للبخاري جزائري، ما خاطر يامنوا باللي ربي ضد الجزائريين، ما يعطيش العلم الجزائري. لو كان غدوه يقولوا وجا واحد مدهيه مانيش ضد، تشوف الغبابه طايره. وهو عندنا الآن علماء جزائريين يقرروا الإسلام لمن نزل الإسلام في أرضهم، كما يقول الشيخ أحمد حماني نحقروا سلعة بلادنا. هم الجزائريين هم يقرروا في الفرنساويين اللي كانوا يسميونا بيكو صال راس، أنا نقرروا فيهم. ما عندناش طبيب فرنساوي هنا في الجزائر، لكن عندنا الآلاف تاع الأطباء الآن في فرنسا. هذه العقدة هذه اللي عندنا لازم تروح، نثيقوا في نفوسنا. فهذا الفرنساوي تلاقى مع الشيخ بن سمايه، شوف العالم كيفاش ما يطقطعش راسه ولو مستعمر. قال له الشيخ القرآن تاعكم غلط. كيفاش؟ قال له عندكم آية تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ربي ما يسلطش الكافر على المؤمن. قال له حبس، القرآن صحيح انتم كفار وحنا ماناش مؤمنين، هذا ما كان. خاطر ربي يقول لنا نقرا وحنا نقولوا القرايه تهبل. اما لا لازم نقراو يا عباد الله اذا حبينا نخرجوا من الهم هذا، من التمرميد اللي رانا فيها، ونوليو امه يفرح بنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرفوا الاسلام، نقراو.